اللي حصل معايا وانا بجرب البيتزا بتاعت اتوال شيء غريب جدا. في البدايه انا كل اللي كنت اعرفه عن اتوال ان هو براند بيبيع حلويات شرقي وغربي وبيبيع جاتو وطرق، ولكن ما كنتش اعرف ان هو في قسم للكافيه وفي نفس الوقت في قسم للمأكولات. واللي خلاني عرفت ده ان انا شفت اليافطه اللي انتوا شايفينها قدام منكم ديت، ومكتوب فيها ان في بيتزا وعليها بيتزا هديه، او فطيره وعليها فطيره هديه. فقررت على طول ان انا اسيب قسم الحلويات واخش اطلب البيتزا ديت ومعاها الفطيره. وفعلا اول لما طلبت الناس كتر خيرهم كانوا عارفيني، فنزلوا لي مشروب ضيافه منهم وهم سلموا عليا ورحبوا بيا احسن ترحيب، وكانوا ناس قمه في الادب والاحترام، ودي حاجه محدش يختلف عليها. ويا دوبك ما كملناش حاجه ولقينا الاكل نازل لنا زي ما طلبناه بالظبط، سخن وشكله جميل، وفعلا طلع العرض حقيقي وموجود. وعايز اقول لكم ان الفطير عندهم في حشو كتير ومخدوم، وطعمه بقى جميل وبيودي في حته تانيه. اما بالنسبه للبيتزا فمميزه والعجينه بتاعتها رقيقه، وبصراحه طعمها جميل وما فيهاش ولا غلط. واخيرا بقى عايزكم تقولوا لي لو رحتوا هتطلبوا بيتزا ولا فطير.